مساء الخير، معاكم دكتور رنا من بودي فات اي ام اس. هنتكلم النهارده عن حاجه مهمه جدا، وهي ازاي نقرا تقرير الان بودي بتاعنا. ناس كتير بتبص اول حاجه على الوزن، بس الوزن لوحده مش كفايه. عندي البودي فات برسنتج او نسبه الدهون في الجسم، دي بتختلف على حسب العمر وعلى حسب ميل او فيميل. نسبتها بالنسبه للرجال بتكون حوالي من 18 ل 24، بالنسبه للسيدات بتكون تقريبا من 22 ل 30. ثاني حاجه السكيلتال ماسل ماس او الكتله العضليه، دي بتفرق جدا في معدل الحرق بتاعك. كل ما الكتله العضليه زادت كل ما معدل الحرق زاد. عندي برضو البي ام اي، وده بيكون نسبه بين الوزن لمربع الطول، بس هي مش دقيقه قوي، بالذات لو عندي كتله عضليه كبيره. توتال بودي ووتر، الان بودي بيحسب لي نسبه الميه في الجسم اللي في العضلات والمختزنه. وعندي اخر حاجه الفيسرال فاتس او الدهون الحشويه، دي بتكون الدهون اللي حوالين الاعضاء من جوه زي الكبد والكلى، ودي مهمه جدا ان الليفل بتاعها يكون اقل من 10. اهم حاجه واحنا بنقرا تقرير الان بودي ما نركزش بس على الوزن، نسبه الدهون والعضلات وتوزيعها بيفرق جدا بالنسبه لي. وعلشان الان بودي يكون مظبوط مهم ان انا احاول اعمله في نفس الوقت كل شهر تقريبا، برضو اثبت نفس الجهاز علشان اقدر اقارن مقارنه مظبوط. وخلينا نفتكر ان التمرين والتغذيه بيفرقوا جدا في نتائج الان بودي بتاعتك، فمهم جدا تهتم بيه. ولو في اي اسئله ممكن تسيبها لنا في الكومنتس، وما تنساش تعمل شير للفيديو عشان كله يستفيد.